ده احنا دافنينه سوا. ايه اصل المثل ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. كان في 2 فقراء ما يمتلكوش اي حاجة في حياتهم غير حمار. الحمار ده هو اللي كان بيدخل لهم فلوس. فالاتنين جم في يوم اتخانقوا مع بعض وضربوا بعض، الطوبة جت في الحمار وبعدها الحمار مات. يعملوا ايه؟ الاتنين فضلوا يعيطوا ويدعوا ربنا اللي هو يسامحهم على اللي هم عملوه في الحمار. فبعديها واحد شافهم الاتنين بيعيطوا وقاعدين بيدعوا ربنا، فضل يدعي معاهم وساب فلوس، وبعديها خد بعضه ومشي. ومن هنا جات لهم الفكرة اللي هم يكبروا الضريع ده، يعملوا مقام كبير. ومن هنا بدأت الناس تيجي تدعي ربنا وتسيب فلوس وتمشي. فالاتنين جم في يوم اتشكلوا مع بعض، اتخانقوا مع بعض. فواحد بيقول له ايه؟ والله لا داعي عليك ببركة سيدنا المسخوط هنا والمتوفي هنا اللي هو الحمار. والتاني راح جاي قايل له ايه؟ ده احنا دفنينه سوا.